أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي عن عدة قرارات جديدة تتعلق بالقلعة الصفراء خلال الفترة القادمة، حيث اجتمعت اللجنة المعينة اليوم الثلاثاء 10 فبراير بمقر النادي الإسماعيلي، وتم اتخاذ عدة قرارات أهمها توجيه الشكر والتقدير للجنة إدارة النادي الإسماعيلي السابقة عن فترة عملها، الاستمرار في المفاوضات مع المستثمر بما يحقق النفع لنشاط قطاع كرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التحرك في كافة المسارات التي تساعد على تنمية الموارد للنادي الإسماعيلي، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم برئاسة رئيس اللجنة وعضوية باقي الأعضاء، صرف مرتبات العاملين بعد إنهاء اعتماد التوقيعات الجديدة بالبنك بحد أقصى بعد غد، وقد تم تجديد تعاقدات العاملين بالنادي، اعتماد سداد القسط الأخير من غرامة اللاعب كارميلو. تقرر استقبال طلبات العضويات الجديدة بمقر النادي الإسماعيلي مع النظر في طلبات رد العضوية مع سداد كافة المتأخرات. تدعو عشاق وجماهير النادي الإسماعيلي العريق بالاصطفاف خلف فريق النادي الإسماعيلي والتواجد خلفه بكل قوة ودعم، فهم دائما السند والدعم الأساسي الذي لم ولن يتخلى عنه الفريق. الموافقة على تعيين علي الأسود مستشارا للجنة المعينة اعتبارا من تاريخ اليوم. وأقفل الاجتماع.